بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. الأخوات والإخوة، هو يعني الموضوع مش موضوع بحث في أي قاعة سنشتغل، ولكن المشكل المطروح اليوم هل ما زال متاح لنا أن نعمل ونشتغل كنواب ولا لا؟ معناه هذا هو الإشكال الحقيقي. أنا حقيقة وقع الاعتداء على حقوقي. ثم مجموعة وفق أجندة حزبية خرجوا للشارع، قالوا احنا نديو بحل المجلس، وهددونا قالوا باش يدخل الشعب يخرجكم كان ما تحبوش تخرجوا. ومنهم ناس حقوقيين ضليعين في القانون. معناها أنا عندي وكالة بموجب الانتخابات الديمقراطية والمباشرة، يعني يدخل أو يبعثوا لي مجموعة باش يخرجوني بالقوة بعد قرار حزبي بأنهم انتهى هالمجلس هذا يحبوا يحلوه. أنا قال اعتداء على حقوقي. أنا كنت نجم نتوجه للشعب، كان ثم كاميرات تنقل تدخلاتنا في القضايا وكل. أنا ممنوع من أني نخدم كنايب. زاد رئيس المجلس وفق أجندة حزبية زاد وبتدخلات أطراف دولية، ونتحمل مسؤوليتي ونسطر عليها. فهمتي؟ قال باش نمشيو للحوار. أنا غير معني بهذا الحوار، الحوار السخري هذا. حوار علاش؟ على حل المجلس التأسيسي، حل الحكومة، حل شنو؟ وشكون باش يعملوا؟ يعني الماكينات، ماكينة اتحاد وماكينة شنو اللعب هذا؟ يعني قلنا انتخبنا يعني دولة، معناها نواة نتاع دولة قانون ومؤسسات. يعني باش نطبقوا القانون. أول مرة في تاريخ البلاد تنتخب مؤسسة بصورة ديمقراطية. اللي كانوا يلهثوا وشاركوا حتى في برلمانات بنبن عليه ولا يناديوا بحلها وهم في الشارع. وانا اللي انتخبني الشعب ما عنديش حق باش نعمل. انا نحب نتوجه للشعب ونقول له تراو ثم الان نظام جديد قاعد يكتسح في النظام الديمقراطي، عاد النظام القديم وقاعد يكتسح، لكن زاد بدعم دولي. وجود شو نايبين من فرنسا جايين يطالبوا بحل المجلس الوطني التأسيسي. وش دخلوا النايب هذا؟ أزمة مفتوحة في تونس سياسية، هو طالب والآخر الإسرائيلي طالب حل المجلس. واحنا باقي كنواب مازلنا نخمموا ونرجعوا القاعة ولا ما نرجعوش، مازلنا نرجعوا نخدموا ولا ما نخدموش. مناش خايفين نستناو تعليمات من الشركية الدولية ومن السفراء اللي ماشيين جايين هنا. وعاود نقلوا لي وانا نحب نتوجه للشعب هنا. لقاء مع سفير، تلفت النائب نداء تونس قال له باش نساندوكم، وتلفت النائب من النهضة قال له الوضع صعب عليكم، يعني عندكم برشا معاناة. فهمتي؟ هذا سفير. فهمتي؟ ان شاء الله نكون امين في نقل ما يجري اليوم. اليوم هناك مصادرة دولية بسط عملاء من الداخل، اللي كما قال زميلي الفاضل طاهر هميلة، وهم يريدون تدمير تونس قبل. هذه يعني حملة هلالية جديدة بدعم خارجي. فهمني؟ ولذا نتحمل مسؤوليتي ونحملكم المسؤولية باش ما تكونوش شركاء مع اللي جاء علق المجلس وفق أجندة دولية. ثم أجندة دولية في تونس يحبوا يعاودوا لي تات مانداس فرانس فلان ومانداس فرانس فلان وتولت هولندا وفلان. نبدلوا نحكيوا باش نقرروا مصير تونس في الغرف المغلقة. نحبوا مصير تونس مستقبلا بعد الثورة يتقرر داخل هذه القبة. المجلس والشعب يتبع ويعرف اللي هو مازال ينجم ينتخب. نأكد لكم هما ماشيين إلى حل المجلس هذايا وتكوين هيئة تبقى قائمة إلى أن يفتح ربي، وما ثماش انتخابات جاية، لأنهم يعرفوا ما عندهم حتى نصيب في الانتخابات. وباش يرجعوا القوات الدولية تواصي وصايتها على تونس. يلزم هذا الشعب يعرفوا، وهذا هو جوهر الصراع.
واذا كان تحبوا تحملوا مسؤوليتكم تحملوها، واذا كان ضعفتوا قدموا استقالتكم ومشيوا، ما تنسحبوش، قدموا استقالتكم واخرجوا خلي يجي اللي بعدكم. احنا سنناضل من اجل حقنا. شكرا.